وصفتنا النهاردة مفيش اتنين يختلفوا عليها. وصفتنا منيني بالعجوة، وفي ناس بيقولوا عليها نواعم، وفي أماكن تانية بيقولوا عليها كعب الغزال. وطبعا ده في الفرن دلوقتي بيبقى غالي جدا، معرفش ازاي يعني بقى الكيلو ب80 جنيه فجأة. كعب الغزال أو النواعم أو المنيني بالعجوة هعمله بطريقه سهله جدا جدا، وهحط له مكون تحفه هيخليه باللون اللي انت شفتيه ده، وهيتعمل بسرعه جدا، وحاجه كده في منتهى الجمال. كيلو الدقيق هيطلع لك 3 كيلو منيني. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسونيش لايك واشتراك في القناه علشان تشجعوني وتدعموني، ونفسي كده نوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات يا جماعه، يا ريت تشجعوني. شايفين اللون التحفة ده؟ هقول لكم المكون الرائع اللي انا بحطه، حاجة كده فوق الوصف بتعمل اللون ده حقيقي، ومش لون على فكرة، مش لون. اول حاجة هنحضر العجوة بتاعتنا. احنا عايزين على كيلو الدقيق كيلو عجوة علشان العجوة تطلع مليانة كده وحلوة. عايزة تقللي براحتك. انا حطيت على العجوة دي سمسم محمص، وحطيت عليها حتة قطعة زبدة كده حلوة، وكمان حطيت عليها نص معلقة قرفة. انتي مش عايزة القرفة ما تحطيهاش. وعجنتها كويس قوي بايديا كده وركنتها على جنب. المكونات بقى بتاعتي احضرها. اول حاجة كيلو الدقيق. طبعا كيلو الدقيق ده هحط له شوية مكونات جافة معاه. هنبدأ الأول إن احنا نحط له الملح، ذرة ملح أو ربع معلقة ملح. تاني حاجة هحطها معلقتين لبن بودر. نيجي بقى للمكون التحفة 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 اللي هيدينا لون وهو مش لون، معلقتين كاسترد. معلقتين الكاسترد دول ما تعرفيش هيعملوا حاجة كده ساحرة في العجينة. هتبصي تلاقي العجينة ناعمة جدا جدا، وبتتبس معاكي بسرعة، بيديكي اللون المحمر الحلو ده بعد السوى. وكمان هحط، طبعا انا قلت لكم معلقتين سكر، وهحط معلقة كبيرة مليانة اهي، معلقتين السكر اسفا حطيتهم، ومعلقة كبيرة مليانة من الخميرة الفورية، او لو عندك قطعة خميرة براحتك مش مشكلة خالص، برضو هنحطها لان الجو حر اصلا. كده انا حطيت المكونات الجافه كلها، اقلبهم كويس وامسك بقى احط المكونات السائله بتاعتي. انا عايزه كوبايتين من الادام او من الماده الدهنيه. هحط كوبايتين زيت، واحده زيت صافي والتانيه نص زيت على نص زبده. لو انت عايزه الاتنين زيت يتحطوا 2 زيت من غير ما تحطي نص كوبايه منهم زبده، اتس اورايت. لكن انا حاطه نص زيت ونص زبده، والكوبايه التانية زيت. حضرت كمان كوبايه لبن دافي او لبن بحراره الغرفه، مش مشكله احنا في حر. وهبدا ان انا اعجن. هتعجني باللبن واحده واحده. طبعا هي كده كده الكيلو هياخد الكوبايه كامله، مش هياخد اقل، بس ما تحطيش اكتر. احنا كده كوبايه اللبن برضو هتحطيها بالراحه. فضلت اعجن 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 لغايه، بس انا قطعت الفيديو عشان ما اطولش عليكم، لغايه ما اوصل للمرحله دي. بس كده يعني ايه، بسي يعني تفضلي تعجني لغايه ما تنعم. انا هنا استعملت بقى العجانه بتاعتي. انا حضرت كوبايه ميه، حطيتها مطرح كوبايه اللبن. ما بحطش الميه كده على طول، انا بحط بالراحه بالمعلقه على قد ما هتاخد، لان كتر الميه بينشف العجينه، هتطلع العجينه منك ناشفه ومحجره. فاحنا بنحط معلقتين، معلقه، وهوريكي بعد كده اهي. انا ما خدتش غير الجزء ده، هي ربع كوبايه ميه فقط، لان العجينه بصراحه بالمكون اللي انا حطاه بتخلي العجينه تطرى وفي منتهى الجمال، حتى لو انت عجناها كلها بالزيت. انا كده بمسكها في ايديا، طالما انا برمتها زي الكوره كده في ايديا وحطيت صبعي في النص ما تشققتش من الحروف، يبقى انت عجينتك كده خلاص تمام التمام وعايزه تشتغلي فيها. هبدا بقى اني انا برضو الفها، ابرمها كده شويه بايديا شويه كده. شايفه العجينه طريه 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 وتحفه ازاي، تحفه. خلاص هركنها بقى تريح شويه عبل ما اجهز العجوه. انا مستحلياها بصراحه، اصلها كانت تحفه العجينه اهي.
انا بوريكي ان هي كده، طالما انا عملتها وما اتشققتش يبقى خلاص انا هركنها دلوقتي، مش هخمرها، انا هركنها بس عبل ما اظبط العجوه. انا هجيب العجوه واحضرها. طبعا العجوه دي محطوط عليها سمسم محمص، محطوط عليها زبده، محطوط عليها قرفه، ودي اختياري. هبدا ان انا اكورها كده علشان خاطر تبقى جاهزه وتبقى سهله معايا لما امسك العجينه واجي احط ايدي في العجوه واشتغل في العجينه. هتبصي تلاقي العجوه ثابت حتت عجوه على العجينه، لكن لما تبقى كده سليمه انا باخدها على طول وبتبقى سهله جدا في الشغل. انا كده خلاص حضرتها وهبدا ان انا اخد بقى العجينه بتاعتي عشان ابدا الشغل. شايفه العجينه عملت ازاي؟ روعه. الموضوع سهل جدا جدا يا جماعة، سهل جدا. انا مش عارفة احنا ليه بنشتري الحاجة بصراحة. خلاص بقى يعني احنا كده يعني. انا خلاص اهو خدت حتة قطعة عجينة وفردتها، وبدأت ان انا هجيب العجوة وافرد العجوة على جزء منها اهي. عايزة بقى العجوة كتير، عايزة العجوة قليلة، انت تحكمي فيها. اهو انا جبت الطرف التاني عليها، وطبعا ده ما فيهوش عجوة فركنته على جنب، وهبدأ ان انا اظبط ده. دي طريقة، أول طريقة من طرق المنيني ومن طرق تقطيع المنيني. ادي هقطع كده. طبعا هنا الصينية بتاعتي مش مهم خالص تكون مدهونة أي حاجة مادة دهنية، لأن العجين أصلا مليان. وطبعا ما تنسيش تكوني مشغلة الفرن علشان يسخن. اهو ده كده أول تقطيع للمنيني بتاعي. ظبطته. اجيب بقى كمان قطعة تانية علشان برضو اعمل اسلوب تاني في التقطيع. شايفين العجينة ناعمة ازاي؟ تحفة. اوعي تنسي اللبن البودر والكاسترد، معلقتين ومعلقتين. بصي بقى ببرم هنا بقى البرم. انا الاول كنت مبططه، دلوقتي انا ببرم. وببرم ما تبرميش قوي علشان خاطر ما تطولش معاكي، فالعجوه من جوه تبقى تقل. انا في المرحله دي يا جماعه نسيت حاجه، المفروض ان انا كنت حطيت سمسم هنا في الارضيه وحطيت عليه العجينه كده علشان تطلع المنيني يطلع بالسمسم. انا هنا نسيت، فانا جيت بعد كده هوريكم ان انا حطيت السمسم في الاخر. سمسم للتزيين يعني قصدي. على فكرة لو عايزة تحطي مع العجينة مع الدقيق سمسم حطي، هيبقى برضو كويس. بس انا اكتفيت بالسمسم اللي انا حاطاه في العجوة. شايفين الطريقة التانية؟ بجيبها كده وببرم ببرم ببرم خالص. هتطلع بقى ايه؟ باينة انها مبرومة جوه منها جوه بعضها بس اهي. يعني ادي 3 طرق اهو. انتي اختاري بقى الطريقة اللي انتي عايزاها او الاخف والاصلح ليكي. هنا بقى في الطريقه دي بالذات اللي انا برمت على العجوه جامد، بتبقى لازم واقفه، ولازم احطها وهي واقفه كده اهي. وهي واقفه كده، مش هتنيميها لا كده ولا كده اهي. اهي واقفه، الفيديو باين اهو انها واقفه كده. تمام تمام. ده تالت طريقه يا جماعه للايه، للف المنيني اهو. واقف وهو واقف كده علشان خاطر ما ينامش، يعني ما تبقاش نايمه كده على الجنب يبقى العجوه تتحرق، لازم تبقى على جنبها. تمام كده كده على الجنب. كوني بقى اهو. انا هنا بقى في الحته دي انا كنت طبعا نسيت ان انا ازين بالسمسم، فرحت جايبه لبن وعاملاه بالفرشه كده لبن، ورحت حاطه عليه الايه، السمسم بايديا كده. لكن انت حطي، انا نسيت، حطي وانت بتبرمي، حطي في ارضيه على مش على المفرش بتاعك، حطي شويه سمسم وبرومي عليه، هيلزق على طول السمسم على المنيني بتاعك. ولو نسينا برضو احنا بنستدرج اي خطأ يعني، لان الدنيا سهلة يعني اهو. مجرد ان انا ببل ايديا باللبن وبحط ببل ايديا بالسمسم بيلزق على طول. طبعا انا دلوقتي بكون مسخنه الفرن كويس جدا وهدخل فيه الصواني. وشوفي بقى ايه الجمال الجمال، اللون الوردي التحفه تحفه تحفه. شايفين اللون؟ شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ 3 كيلو الدقيق طلع لي 3 كيلو منيني بالميزان، وتحفه.
وطري وحاجه كده تفتح النفس بصراحه، وحلوه قوي قوي للفطار، والجعان رايح جاي ياخد، واللي عايز يتعشى يعمل شاي بلبن، واللي عايز يفطر يعمل شاي بلبن. اوعوا تنسوني لايك واشتراك في القناه علشان تشجعوني وتدعموني. نفسي اوصل الفيديو ده للايكات كتيره قوي قوي يا جماعه، ارجوكم شجعوني. شايفين الطراوه وشايفين العجوه كتيره ازاي من جوه، شايفين اللون بتاعه، بجد تحفة تحفة تحفة. إلى اللقاء في أكلة ووصفة جديدة، وأنا بحبكم جدا جدا جدا، وإن شاء الله القناة هتعلى وتكبر بيكم. إلى اللقاء.